صينية فلافل مشوية مش مقلية نباتية، يعني أكيد صيامية. عن جد روعة صحية وطيبة. احفظوا عندكم الفيديو وجربوها لأنه رح تتفاجئوا قد ايه طيبة. قبل بالنهار مننقع ماغ أو 250 جرام من الحمص وعلى قدهم فول مجروش. تاني نهار منغسلهم منصفيهم ومنضيف كمشة كزبرة خضراء، كمشة بقدونس، بصلة وسط، 3-4 فصوص ثوم، وبمحضرة الطعام منطحنهم. وهيدا يلي بدنا اياه، لازم يكونوا ناعمين بالشوي أكتر من تبع القلي. مثل ما عم بتشوفوا هيدا القوام يلي بدنا اياه. بنرجع بنضيف البهارات، كزبرة يابسة، كمون، بهار ابيض او اسود، واذا عندكم بهارات الفلافل بيكون كتير منيح، ملح، ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. زيت زيتون. بنعجنهم بايدنا كتير كتير منيح مع بعض. نرجع بنمدهم بالصينية بسماكة رقيقة، وعلى الوجه بنحط شوية زيت زيتون، سمسم محمص، خطوة اختيارية بس كتير بتطيبون. نرجع منزيح بس تزيح الوجه، وعلى الفرن الحامي النار من تحت ليشقروا الأطراف. نرجع منولع له شوي من فوق. بهيدا الوقت منحضر الكبيس والخضرة اللي كتير بيلبقوا معه. أنا عم بستعمل كمان الأشقر. هيدي هي النتيجة، ريحتها بتشهي مع صوص التراتور أو الطحنية اللي رح أكتب لكم كل تفاصيلها تحت البوست. ولا أطيب من هيك. جربوها وخبروني، والصيام مقبول.